بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكن أخواتي؟ إن شاء الله تكونوا بخير وعافية. اللهم اغفر لنا وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. عندي اليوم جيتكم بحلا الحطب، هي حلوى خليجية، يعني نفس الحلوى الجزائرية معروفة عندنا البنيون. هي دارت ترند في مواقع التواصل الاجتماعي وأنا جيت به متوخرة. مع نبداو في الطريقة. الحلوى عندي 2 كيسان فرينة، غربلت مليح ومن بعد حمصت كل كاس وحده. هي المغربلة أفضل لأنها به من بعد ما ديرناش كتل، بعد ما نقعدو في التحميص ما تعودش متكتلة وتبقى يعني خضرة من الداخل ديك الكتلة ديك الرابعة هذيك. كي تتغربل من الأفضل تسهل العملية. هي في ذا الوصفة يديروا حليب بودرة بلحظة. انا مستغنيت عليها، هي بكري كنا نديرو فيها دوك استغنيت عليها. هي السر اللي معناتها ما يستعملوش الحليب لحظه، وكاين تاني اللي يديروه معناتها باين للقهوه ولا ما يتوفرش عندهم. انا استغنيت عليه، قلت ما نديروش. درت فقط بكل معناتها بطريقه مبسطه. درت هنا نصف ملعقه كبيره مارغرين. هي الفرينة السخونة بديت نفتح فيها يعني تذوب المارغرين. درت هنا الكراميل، استخدمتها صنع منزلي. عندي كاس إلا ربع سكر حبيبات، نحطه فوق النار متوسطة، تحت المتوسطة شوية، ونخليه ما نمسوش كامل بالملعقة، لا خشبية ولا ملعقة إينوكس، حتى نشوفه يبدا يتكرمل. كل مره نحرك كيما ها، كل مره نحرك حتى تشوفيه نشفتو معناتها بدا يسيل شرط نحرك نحس بالسيلان هكا، يعني الكراميل تكونت من تحت. ندخل ملعقه ونبدا نخلط، نبدا يعني سباتيول ولا ملعقه خشبيه عفوا. من بعد درت قطعه صغيره مارغرين وبديت نخدم فيها هاك، نذوب فيها باش كي ندير الماء ما يقعدش كاين شوك كبير معناتها يتكرمل يتحجر لي داك السكر. بديت درت ربع كاس ماء، عندي كاس معمر ماء درت الربع تاعو فقط. وبديت نذوب فيه هذاك السكر هذاك الكراميل، نذوب فيه على نار هادئه باه ما يحرقليش الكراميل. نقصت النار ياسر وبديت نذوب فيها هاك، يعني مع التحريك المستمر نبقى ضاغطة على الكراميل المتحجر هذاك. نحاول نذوبه، نحاول اني نفرتو. بقى هنا هذا ربع كاس، بقى درت فيه ملعقة ونصف مايزينا اللي هي النشاء. ذوبها في ذاك الماء. نجيب الكراميل تاعي هذا بعد ما ذاب مليح بداك الربع الكاس تاع الماء، نزيد نفرغ هذايا كاس الى ربع اللي قعد، نرجعو للنار يعني متوسطة ولا تحت متوسطة، ورشة ملح. نار تحت متوسطة مع التحريك المستمر باش ما تتكربعش هذيك المايزينا هذيك، ما تكورليش لداخل ديريش كتل. تحريك مستمر حتى نشوف الخليط تاعي بدا يثقال. يعني هذا الوصفة تاع الكراميل المنزلي وصفة ناجحة، معتمدتها دائما في الحلويات تاعي، دائما نعتمدها بنا ما شاء الله، واقتصادية بمكونات موجودة في المنزل. هنا وهي سخونة
أضفت 3 قطع جبن، أي نوع من جبن تفضلي. من الأحسن كي نعود نحرك في النشاء نضيف هذا الفرماج باش يذوب مليح. أنا ما فاتتني، ما درته هو هاك ما ذابش مليح مليح، بصح هي عادي يعني. من بعد راني كي نعود في الخليط يتمزجوا عادي، مش ما يأثرش. عندي لافاني تاني درتها ملعقة صغيرة. يعني هي لافاني لازم في الكراميل المنزلي نديرو بعد ما يطيب نديرو له ملعقة صغيرة. هنا عندي قيس كأس إلا ربع كاوكاو محمص و مطحون كونكاسي، معناتها مش مرحي رطب. عندي قطعة هاك صغيرة حلوى الترك، يعني درتها كلمسة في مكان بودرة الحليب. درت هذاك الجبن يعطيني بنة الحليب، يعني حاجة قليلة مش بنة كبيرة. وزيد لي ثاني طراول. هذا عندي كأس إلا ربع بسكوي، أي نوع بسكوي ماذا بيك عند نوعية مليحة ولا ما توفرش أي نوع. رحيته هاك مليح ودرته كأس إلا ربع. من بعد جمعت الكل هذاك الكراميل اللي خدمناه بعد ما بارد حطيته وبديت نجمع فيه، يعني بطريقة مبسطة. هي في الوصفة يديروا حليب مركز، زبادي، و يعني كيلة تاع الحليب بودرة محمصة مع نفس الكيلة فرينة محمصة. أنا درتها بطريقة أخرى يعني. والبنة ما شاء الله بنيون معروف، ما مش مختلف على البنة اللي نعرفوها زمان. هاي تعود عجينة يعني متماسكة، ما تعود مطلوقة ياسم، ما تعود ناشفة كامل. من بعد مع كيبات كما كي ينشف يزيد يشرب. قسمته على 3، درتو حرابش، يعني سطح العمل نظيف، أنا استمسحته بركة. تحبي الحجم انتي تتحكم فيه، تحبي ترقي الحربوش ولا تخليه شوية. أنا خليته متوسط، سمك متوسط. كي نكمل هاد الحرابش درتهم في الفريجيدار يبردوا يتماسك اكثر بلا ما. وخدمت الشوكولا ذوبتها درتها في حمام مائي. عندي شوكولا ضاضة بالحليب، درت لها ملعقة زيت فقط، هذا ما درت لها. نتمنى اخواتي انكم يعجبكم هذا طريقتي، تعجبكم طلعوا لي الفيديو كي تعم الفائدة. ديروا اشتراك وديروا الاعجاب وتعليق مليح، يعني انا اتقبل التعليقات كيف ما كانت، بالعكس نتعلم منها ان شاء الله. خليتها كامل وجه بالشوكولا هذه. ما حبيتش ندير من تحت، اكتفيت اني من فوق برك.
درت خطوط هاك بالفرشيطة، حاولت اني نديرها هاك كدوائر يعني باش نتقربوا شوي للشكل الحطب. بعد ما نكمل خليتهم يبردوا تنشف هذيك الشوكولا. هذه ثاني درت لها هاك خطوط والدوائر هاك اتجاه يعني دائرة هاك وعكسها. بعد ما بردوا قطعتهم اي شكل تحبي، طويل او مقروطات، يسمى مقروطات. هنا في صحن التقديم. يعني هو يجي مليح، شيش يعني للأطفال. أخواتي فضلا وليس أمرا ديروا لي إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.